السلام عليكم أحبائي، جيتكم اليوم بقصة جديدة من قصص رد الاعتبار. بزاف كيسحب ليهم غير النساء اللي عندهم الكيد، ولكن اليوم غنشوفوا كيد الرجال فاش كيبردوا، غدايدهم بالذكاء والصمت البارد. القصة ديال اليوم صفتها لي متابع حمزة اللي قرر ما يغوت ما يصدعش راسه، ولكن خلى المدام تعرف باللي اللعب مع الراجل اللي كيسكت بزاف صعيب بزاف. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الصدمة اللي خلات كاع الناس في الحومة مبهوضين. القصة 1: عرس الخيانة. سي محمد اكتشف خيانة زوجته فتيحة مع جارهم. بدلا من الطلاق قال لها بغيت ندير لك حفلة عقيقة كبيرة لولدنا اللي عاد زاد ونعرضوا على كاع العائلة والناس الحومة. في وسط الحفلة ملي كانت فتيحة لابسة تقشيطة وفرحانة، سي محمد وقف وقال عندي لكم فيديو كيبين التربية ديال الزوجة ديالي. عرض فيديو ديالها كتدخل الجار للدار في غيابه. سي محمد حط صور الدار فوق الطبلة وخرج وخلاها مع عائلتها وعشيقها في الفضيحة أمام الجميع. القصة 2: الفيلا المسمومة. أمين مقاول ناجح، مراته سارة كانت باغا تطلق منه باش تاخد نص الفيلا اللي شراو مؤخرا وتزوج بواحد آخر. أمين عرف الخطة ومشى قنعها باللي الفيلا فيها مشاكل قانونية ولازم يبيعوها لواحد الشركة اللي هي في الحقيقة شركة ديال صاحبه الروح بالروح، ويشريو دار أخرى باسمه بوحدو مؤقتا. سارة وقعت على الأوراق وهي كبحك كيسحب ليها بلي راجل هانية. نهار جات تطلب الطلاق لقات بلي الفيلا ما بقاتش في سميتهم، وأن أمين باع كاع أملاكه قانونيا ودوز الفلوس لحساب في الخارج، خرجات بصفر درهم. القصة 3: الهدية الرقمية. يونس لاحظ باللي مرته إيمان كتسد عليها البيت وكتدوي في التليفون بزاف وكتكذب عليه باللي كتدوي مع اختها. شرى ليها ايفون 16 جديد هدية، ولكن قبل ما يعطيه ليها دار فيه برنامج الرقابة الأبوية وربطه مع تليفونه هو وخلى كاع الميساجات واللوكاليزاسيون كيبانوا عنده. نهار قالت ليه أنا غادا عند ماما، صفت ليها كوستام ديال الراجل اللي كانت معاه في لوطيل وصفت معاه ورقة فيها هادي لبسيها لعشيقت والوراق الطلاق راهم فوق الماريو. القصة 4: انتقام الكراج. رضا كان خدام ليل ونهار باش يجمع الفلوس، ومرته كنزة كانت كتخونو وكتصرف فلوسه على واحد عاطل. رضا عرف باللي كنزة شرات طوموبيل لعشيقها بفلوس رضا اللي كانت كتخزنهم. رضا مشى بالليل بمساعدة ميكانيكي صاحبه وسرق الطوموبيل اللي أصلا الأوراق ديالها باسم كنزة وخبأها في كراج بعيد. ملي مشات كنزة تبلغ على السرقة، البوليس لقاو باللي رضا هو اللي بلغ باللي الطوموبيل تشرات بفلوس مسروقة من حسابه البنكي، عنده دليل تحويلات. العشيق هرب وكنزة بقات بلا طوموبيل وبلا راجل. القصة 5: السفرية المزيونة. عادل اكتشف باللي مرته نادية كتمشي لسهرات مشبوهة ملي كيسافر هو الخدمة. قال ليها غادي نسافروا لتركيا ندوزوا عطلة، قطع ليها التذكرة ومشى معاها المطار. ملي وصل الكونطوار باش يدفعوا الباليزات قال ليها غير سبقي دوزي انا نسيت التليفون في الطوموبيل. نادية دخلت للطيارة وعادل بقى في المطار. ملي شعلت التليفون في تركيا لقات ميساج من عنده: تركيا زوينة، بقاي تما كمل لي سهراتك، حوايجك راهم عند باب داركم، والطلاق غدا في المحكمة. كانت هذه هي القصص ديالنا اليوم. كيف شفتوا الراجل فاش كيصبر راه ماشي حيت نية أو مغفل، ولكن حيت كيعطي فرصة وقدر للبيت، ولكن نهار كيقرر يبرد غدايدو كيديرها بالذكاء والصمت اللي كيوجع أكثر من الصداع. العبرة هي أن الثقة فاش كتمشي راه صعيب ترجع، والانتقام البارد كيكون هو الجواب الوحيد. سؤالي ليكم: واش هاد الرجال في هاد القصص تعداو على عيالاتهم ولا غير خدوا حقهم؟ كتبوا لي آراءكم في التعليقات وما تنساوش جيم واشتراك باش توصلكم القصة الجاية. تهلاو.